نفترض انت متزوج، بديك تخطب بنتك، بتخطبها على مرتك الاولى؟ بدي برفع الجوال ادق على الشيخ يجي يكتب لي كتاب. خلاص سامحتك. دبل يا عيال. نخاف ما اشوفك جماعة دبل، خلوا ربحوني لنلعب فاصلة، ربحوني لنلعب فاصلة. يا عاد دبل شوفت عينك. ما عاد احد صار يحب بالمكان وبالثناء. ارحب يا ابو خالد، يا حبيبي يا ابو خالد، شكرا. ما ترجع بيتك. يا حمام الدوح وش مالك توين؟ يا حمام الدوح وش جابك؟ يا حمام الدوح وش مالك توين؟ انت ربع اللي ونيته. يا حمام الدوم يا حمام الدوح وش مالك توين؟ انت ربع اللي ونيته. مو بس انت اللي يمر بيك الحزين، انا حزني من الصغر ربيته. يا حمام الدوم دام قلبك شك فيني، يعني ما تفرق تخون. ياني اقدر اخون هم مثلي تبوس الصور من تشتاق، هم مثلي. الحكم الاول. اوكي قبل عندي سؤال. تفضل. نفترض انت متزوج، اوكي، وانت وزوجتك متفقين والحمد لله وما بعرف شو، وانت بتداوم بمكان، بيجي مديرك بيقول لك فجأة عزمك على العشاء، تكشخ وتعال. بتروح لعنده لمديرك، بتقعد وما بعرف شو كذا، بيقوم بيقول لك يا ابن الحلال انا بعرف انك متزوج وانا عندي بنت، وبنتي كذا وصنعة وما بعرف شو وما بعرف شو، وانت ابن حلال وانا بعتبرك ابني وما بعرف شو هيك. بديك تخطب بنتك، بتخطبها على مرتك الاولى؟ برفع الجوال وادق على الشيخ. عيد حرجع عيد. بتتجوزها تاني؟ بدي برفع الجوال وادق على الشيخ يجي يكتب لي كتاب. طيب عندي سؤال، إذا أنت متزوج نعم ومرتك جبت لك 5 بنات ما جبت لك ولا صبي، بتتجوز عليها؟ تزوج عليها. ليش ما تجيب عيال؟ الله يرضي الله، هي مخص، هي يعني هي اصلا اذا بدنا نحكي علميا الرجال، يعني البيبي الولد الصبي بيجي من الرجال مش من المرأة. اذا جا الولد المشكله منها، اذا ما جاء الشكر الله، اذا ما جاء الشكر الله. الحكم الاول. طيب انت شكل جايتك عروض صح؟ عروض شو؟ ما ادري، جايك خطيب وقلت له ما اقبل اخذك لاني احب اسعد بالخميس. ترى عادي اذا يعني صار الموقف هذا. طب عندي سؤال. تفضلي. يقول السكوت علامة الرضا. تفضل. دوما ضحكة يا قلبي، ما شاء الله تهبلين. طيب
إذا أنت متزوج وحدة وأنت تحبها موت، خلاص موت، بس تشوفها يا أخي بعيدة هيك، بعيدة عنك فجأة، ودوم على جوالها وتسولف على الجوال ساعات وما تعطيك اهتمام وما بعرف شو، آخر شي تكتشف شو بتعمل. شو بتعمل؟ ماشي. حكم الأول. طب عندي سؤال. حخليك تحكي مني والله قول احكامك انا عم نفذ الحكم، بسألك قول احكامك. تفضلي. اوكي، السؤال هو يا الله نسيت شو إيه. نفترض انت بتحب وحدة، اوكي، ما بينكم شيء، تسولف وياها على التليفون ما بعرف شو، رحت بدك تخطبها، اهلك ما رضيوا، زين؟ اهلك ما رضيوا، انت وانت تحبها تموت فيها ما تبي الا هي، وقالوا لك ابدا ما برضى عليك، اوكي؟ انت اكيد شو اهم شيء بالحياه؟ رضا الوالدين، زين؟ قالوا لك بدي زوجك بنت من اختياري وزوجوك غصبا عنك، ترضى انت بس تكون مع مرتك هذه تضلك؟ طبعا لا. طبعا لا، ما اتكلم مع زوجتي، اتكلم. سمعت الشعر؟ سمعت الشعر؟ لازم. ما ارضى يا اخي، ما يصير الكلام هذا يا اخي. ليش اسولف مع زوجتي؟ حلوة الصراحة، حلوة. طيب صوت إذا الله عطيك ميل كتير، يعني إن شاء الله يا رب الله يرزقك وكتير معك مصاري، بتتجوز أكتر من وحدة؟ لا طبعا. انت قلت كذا صح، اللي تزوج ثاني درغي. أنا قلت لك إجا الرجال وقال لك بدي إياك تخطب بنتي، بتقول له إيه وأنت متزوج؟ شوف القمر واحد، لو أخذت قمر مستحيل تاخذ غير القمر. صح. مثلا تقدمت لك وانت قمر، خلاص كذا ما يحتاج الزوج ثاني. طبعا. طب إذا تزوجت وحدة ما تعرف، انت خلاص يا اخي تزوجت خلاص، مليت يا اخي، ما ابغى اتزوج انا، من قال لك اني بتزوج؟ بتخيل أنت متزوج وحدة ايوه وقاعد ويا خويك، إنزين؟ فجأة بيقول لك شوف هذه المزة تسولف وياي وما بعرف شو، وبيفرجيك صورة زوجتك، شو بتعمل؟ زوجتي انا؟ شوف اول شيء بالله حطي في انت قاعد ويا خويك في المجلس وقاعدين والله بتاكلوا بذر وكذا، فجأة هيك والله يسوي هيك، شوف هذه المزة تسولف وياي، شو تسولف ولود يا الربع، ولود يلا كفي لكم قصص ولود. هذا سؤالك غير سؤالك يا ثعلب انت بدران. هو الشكر الوعد، الغلط من الثقة خسرت الثقة، صاحبي ما يدري، لو يدري انها زوجتي اكيد ما راح يكمل. هيك قصدي انت شو اشتاق لك. باي.